الكوليسترول مفيد ولا ضار؟ الاثنين. تعال اقول لك الفرق بينهم. ال HDL هو النوع الاول وده نوع صحي ومفيد. ده الكوليسترول العالي الكثافه اللي بيساعد اكشلي على صحه القلب وافراز الهرمونات، وبيساعد على التخلص من الكوليسترول الضار الزياده اللي في الدم، ينقله للكبد عشان يخرج من الجسم. يبقى كده عندنا كوليسترول صحي بياخد الكوليسترول السيء. اما الكوليسترول الضار ال LDL قليل الكثافه ده بيتراكم في جدران الشرايين وبيعمل ايه؟ انسداد في الشرايين، فيجي الكوليسترول الشطور الجود بوي ياخد الكوليسترول الوحش ده ويسحبه ويتكل على الله. اذا في كوليسترول مهم لافراز الهرمونات والتخلص من الكوليسترول الضار. اعرف ازاي انه واحد مفيد وانه واحد ضار؟ اللي بيزود الكوليسترول الضار هو عدم التمرين والتدخين والجانك فود، الاكل السريع المليان سكر ودهون غير صحيه. اما بالنسبه للكوليسترول الصحي بيجي من الدهون الصحيه. لو عايز تخسر دهون اكتب لي في الكومنتس تحت، وهبعت لك كتاب مجاني ان شاء الله يكون في ميزان حسناتنا. ساموي شير الفيديو ده and we are out.